أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، إليكم حل تمارين تأكد من فهمك صفحة 51 لموضوع تبسيط المقادير الجبرية بأبسط صورة. طبعا المقادير الجبرية النسبية. طبعا بعد ما أخذنا التحليلات كلها، أخذنا العامل المشترك الأكبر وبخاصية التجميع والمعكوس، وأيضا أخذنا الفرق بين مربعين متطابقات والمربع الكامل، وأيضا أخذنا التجربة، واخذنا ايضا ايجاد الحد المفقود طبعا، وبالاضافة الى ذلك اخذنا الفرق بين مكعبين ومجموع المكعبين. وبالتالي صار عندنا يعني فكرة انه نعرف شلون نحلل المقادير الجبرية. فهذا الموضوع راح يشمل لي تقريبا يعني يعني مو تقريبا، هو كل المواضيع اللي اخذناها بالفصل الثاني. لازم نعرف شلون نحلل حتى بالاخير يصير عندنا اختصارات ونختصر ونشوف شنو ابسط صورة توصل عندنا. فهذا السؤال يقول لي اكتب كل مقدار من المقادير التالية بأبسط صورة. هذا جدا بسيط، مجرد انه بسط ومقام. اشوف البسط وحده يحلل عن طريق شنو، والثاني المقام يحلل عن طريق شنو، واشوف اذا عندي اختصارات او لا. فاجي الحل. عندي هذا اول واحد يحلل بالتجربة. طبعا احنا دائما نميز بين التجربة وبين المربع الكامل. المربع الكامل طبعا انه لازم يكون عندي مربع بالحد الثالث وعندي مربع بالحد الأول، وهذا الاثنيناتهم لازم يكون اثنين في الأول في الثاني حتى يطلع لي شنو؟ يطلع لي الحد الوسط، فأقول هذا مربع كامل. لكن هنا الثاني هو مربع اللي هو إذا أريد أجذره يطلع لي جذر اثنين، فجذر اثنين ما موجود بالوسط، إذن هذا لا يحلل بالمربع الكامل، يحلل فقط بالتجربة. فأجي أحل بالتجربة، أقول يساوي خط كسر، راح أجي أخلي قوسين تجربة، خلي قوسين، واقول عندي هاي 2 زد تربيع من جاية من 2 زد في زد، وهاي الاثنين من جاية من 2 في 1. طبعا عندي هنا الإشارة الأولى شنو؟ سالب، والسالب في الموجب حيصير عندي شنو؟ سالب أيضا، فإذا القوسين صار عندي سالب، والاثنين منين جاية من 2 في 1. واجي أشوف أختبر التجربة مالتي. البعيد في البعيد، البعيد في البعيد حيساوي 2 سالب 2 زد، 2 في 1 موجب في السالب، سالب 2 زد. هاي طبعا كاختبار. وعندي هنا القريب في القريب اللي هو سالب 2 زد أيضا، حيصير عندي سالب 2 زد. ايش حيصير عندي هنا؟ سالب، الإشارات مش شابهة، إذا أجمع وآخذ إحدى الإشارتين، يصير عندي 4 زد سالب. سالب 4 زد موجودة عندي بالحد الوسط، إذا التجربة ما تشبيها صحيحة. أجي أكمل على الثاني. الثاني شبيه؟ الثاني أيضا تجربة. الثاني أيضا تجربة. ليش؟ لأنه أيضا مثل ما قلنا قبل شوية أنه ما يحل بالمربع الكامل. صح، أول حد عندي مربع كامل، وعندي الحد الثاني لا، جذر الستة هو جذر 6 فقط، يعني جذر 6 في جذر 6 جاي، والحد الوسط ما عندي بيه جذر 6، إذا يحلل عن طريق التجربة. أيضا قوسين جاي من زد في زد، سالب أول قوس، السالب بالموجب سالب، وعندي الستة جاية منين؟ جاية من 3 في 2، دائما تخلي العدد الأول. طبعا ممكن انه هي جاية من 6 في 1، لكن احنا نختبرها مباشرة، نقول زد في سالب 2 حيصير عندي سالب 2 زد، وعندي سالب 3 زد، سالب 3 في زد حيصير عندي سالب 3 زد. طبعا هنا اذا اختبرناه راح يطلع لي سالب 5 زد، وهذا ما يطلع لي الحد الوسط، اذا لازم شو اسوي؟ ابدل. حيصير عندي 6 في 1، 6 في 1، 6 في 1 نجي نختبرها. الزد في سالب 1 حيصير عندي سالب زد، وعندي سالب 6 زد، سالب 6 زد، فحيصير عندي هنا شنو؟ هذا 1 وهاي 6، يصير عندي 7 سالب زد. إذا التجربة عندي هنا تكون صحيحة إذا كانت زد ناقص 1، وإذا كان عندي زد ناقص 6. فهي من اسمها تجربة، أنت لازم تحاول تجرب. أنا قدرت من البداية إنه خليك 6 في 1، لكن حتى تعرف شلون صارت عندنا التجربة إذا حطيناها 3 في 2 تطلع خطأ. هسه هنا بعد ما كملنا عندي اختصارات. عندي اختصار إنه هذا يختصر ويا من؟ ويا زد ناقص 1، واقدر يساوي، اقول يساوي 2 زد ناقص 2 على بقى عندي
زد ناقص 6. وطبعا هذا بعامل مشترك اللي هو الاثنين، فأقدر أكتبه بهالطريقة هاي اللي هو 2 في زد ناقص 1 على زد ناقص 6. وينتهي الحل بالنسبة لهذا السؤال. هذا السؤال راح أخلي واجب عليك حتى تعرف شلون تحل، هو نفس الطريقة، لكن عندي هذا أول واحد شنو هو مجموع مكعبين، والثاني بعامل مشترك اللي هو الواي، بعدين يصير عندي تجربة. فحتى تعرف شلون تحل انت بورقة وقلم، اعطيتك انا الطريقة، حاول انت تحل بيدك.